اولا كلمه تناسخ الارواح او التقمص هو مرتبط خطا بالديانات الهنديه والبوذيه والهندسيه، والموضوع ابعد من كده بكتير. تمام. يعني ابعد من ذلك بكثير. في طبعا بالنسبه للارواح طبعا كل روح من امر ربي، وسنك عن الارواح كل روح من امر ربي، ما عنديش اعتراض عليها، لكن عمليه تكنيك انتقال الارواح هي بتحدث لكننا لا نعلم عنها شيء، لكنها طب وكيف علمت انها تحدث؟ طب معلش ثانيه واحده فضيله الشيخ، معلش انت حتى اي شخص، في ناس عامة على مستوى العالم بيحس ان هم عاشوا في عالم اخر، انا حاسس ان انا عشت في عالم تاني، حاسس ان انا مش انا، او انت تخاطب الارواح الارواح اللي احنا بنشوفها دي، واللي انت في المنام والحد كلها ما بتطلع ارواح، انت بتخاطب الارواح جدود مجنده، بتخاطب ارواح في عوالم تانية، وممكن يكون روحك انت اللي تجسدت في عالم تاني في مكان يعني ده تاني، انتقال ارواح ده موجود، علمه موجود، مش علم، دي حاجه في حاجه موجوده اسمها الباست لايف، دي خدمه زي الخدمه الفلاكيه. نعم. اكنك بتقرا تاوت او كوتشينه. باست لايف معناها حياتك الماضيه. ماذا تعني؟ الفيزيائيين في الغرب بيقدموا الخدمه دي مدفوعه الاجر في الغرب، بيقول لك باست لايف معناها ان انت حياتك السابقه كانت ايه؟ انت مثلا ليه عجله الزمان والكلام لا لا لا، انت كنت عايش في احنا دلوقتي الكون او التاريخ يتكون من 7 عوالم، 7 عوالم شمسيه، نحن في العالم الشمسي الخامس، كل عالم يتكون من 7000 سنه. في نهايه 7000 سنه اندثار عصر وبدايه حضاره جديده، اخر العصر اللي فات كان حضاره اطلانتس. فالارواح دي، الارواح هي الوعي او طب احنا فين دلوقتي؟ احنا فين؟ بقول لحضرتك احنا في العالم الشمسي الخامس الذي اوشك على الانتهاء، هندخل بارواحنا العالم السادس، اللي هيبقى كويس هينزل تاني في حاجه ثانيه، اللي هيبقى واحد زي ما فضيله الشيخ كان بيستهزأ وبيسخر لما هينزل في فرع قطه، ده فعلا ده صحيح، لكن هؤلاء الغير صالحين اللي هو يطلق عليه صحيح ازاي؟ الذي يطلق عليه بالمصطلح الاسلامي معلش فضيله الشيخ حتى صلى الله عليه وسلم الرسول قال ثانيه واحده، اذا مات الانسان قامت قيامته. بمعنى استاذن سيادتك يا استاذ احمد، مش حديث كمان، مش حديث، مش حديث، وانا كده لا نعتذر المشاهد ان هذا يفعل، لانك لما نشوف الدكتور يقول ايه، تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لم اكذب. لا استنى، انا بذكرك بالحديث، انا ما بتهمكش بالكذب. فقبل ان تذكر الحديث لا اتهمك بالكذب، لكن قبل ان تذكر الحديث تيقن من وجوده قبل ان تذكره. فهذا الحديث من مات قامت قيامته الصحيحين. انا بتكلم على الحجاج لم يذكر فيه، دي حاجه. الذي تذكره الان اثبت انه حديث، اقسم بالله غير حادث، هذا ليس بحديث ابدا، زي كذبه من الجمونه. بالعكس يقول لك دي ايه وهي مش ايه. لا ده حديث مش ايه ولا حديث، كذب لا حديث، قول مكذوب على علي بن ابي طالب. ماشي هتقول انت بقى، طلعه لي ثبت عن مين اللي هو حديث. اسم الاسناد، قول لي الاسناد بتاعه. طب لو في اسناد، معلش يا جماعه، لا يعلم الاسناد. طيب لا بقول لك ايه، لو في تمام معلش، لا هو اكيد معلش هو عالم، معلش لا يا استاذ احمد، معلش استاذ احمد هو عالم جليل واحنا لا نشك. طبعا الحديث الذي تذكره بس لحد دلوقتي ما اسندنيش، تالت حديث دلوقتي بيسند. وانا لو اسندت لك هتعرف الاسناد فين؟ انا ممكن الف لك اسناد، هتعرف الاسناد في الصحيحين فين. طيب هنطلع يفتحوا الكتب ورانا. اي حد في حد عايز اسناد يا استاذ احمد، ليست ايه ولا حديث وفضلت. طيب يا جماعه احنا كده مش هينفع طريقه المناقشه على كل بالطريقه دي، على كل احنا كده مشاهد مش مستفيد حاجه يا فضيله الشيخ. ماشي. ويا استاذ احمد معلش يا ريت ما نقاطعش. يعني حضرتك الصوت العالي والمناقشه متداخله، المشاهد على فكره مش سامع حاجه، يعني انا بيتهيألي المشاهد اللي يتصل دلوقتي هيقول انا مش سامع اي حاجه من كلام. طب نخرج لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع تاني، استنونا بنتكلم عن المسيح الدجال، هما الاثنين متفقين بس في الكلمه لفظيا، وبعد كده نتكلم عن اسرار المريخ. انتظرونا بعد الفاصل. عن رأيك والكل سامع، قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا إيه المنافع، وابن رأيك عالدليل قول لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. إيه تحدي، إيه تحدي. الصحة والجمال، لون جديد للحياة.
يمكنكم الآن التواصل مع قناة الصحة والجمال ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الصحة والجمال من خلال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv ومشاهدة البث الحي والمباشر للقناة على الإنترنت ومعرفة أهم وأحدث الأخبار الطبية والصحية ومتابعة كل ما يهم صحة وجمال المرأة والأسرة والطفل من خلال الاستشارات الطبية والصحية التي يقدمها نخبة من المتخصصين في جميع التخصصات. ولمزيد من التواصل نوفر لكم مشاهدة جميع برامج القناة ومتابعة أهم ما فيها على صفحة القناة على اليوتيوب youtube/الصحة TV channel. ونفتح مجالات وموضوعات جديدة للنقاش للمشاركة ببرامج القناة من خلال صفحة القناة الرسمية على الفيسبوك facebook/الصحة TV وعلى تويتر/TV الصحة. قناة الصحة والجمال، لون جديد للحياة. وعلى الإنترنت #قناة الصحة والجمال. الصحة والجمال، لون جديد للحياة. التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع. قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع، وابني رأيك عالدليل قول لنا بأسلوب جميل. واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين في برنامجنا التحدي. بفكركم بضيوفي. هو طبعا انتوا اكيد فاكرين ان الصوت كان عالي من شويه. احنا اتفقنا ان شاء الله باذن الله احنا نوطي صوتنا ونتعامل بكل رقي. معانا الفلكي احمد شاهين عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين، مش عارف ليه جاي معايا الاوروبي، والشيخ سيد عبد الحي من علماء الازهر الشريف. طيب هنرجع ونقول طبعا احنا فضيله الشيخ في الفاصل كان عايز بس يتكلم عن حاجه كان قالها وعايز نعم. حديث كذب المنجمون ولو صدقوا. أنا مش مستوثق منه. نعم. بس نعم. إنما لا أنفي إنه موجود لأن القول حافظينه. نعم. لكن أنا الآن أنا عندي من الشجاعة أن أقول لك أنا تسرعت إن أنا أقول إنه حديث أو مش حديث، فلا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مش معناها إنه مش حديث. يعني أنا الآن أنفي معرفتي أنا. نعم. أو أنفي توثيقي أنا. نعم. نعم. أما الحديث واللي اللي يحب يتأكد يشوف اللي قال إنه حديث، لا انا هراجعه على طول ان شاء الله رب العالمين. هراجعه ليه علشان دي مساله تهمني، عشان حتى لا اقول شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وانا مستوثق منه. نعم. نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاستاذ احمد اللي قال من قام قامت قيامته، ده حديث. انا اجزم بان هذا ليس حديثا. بس تاني يا فضيلة الشيخ اللي هو الحديث اللي ذكره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان بيتكلم على البرزخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات قامت قيامته. إذا مات الإنسان قامت قيامته. هذا ليس حديثا بيقين. تمام. حلو جدا. طيب يعني كده معلش نتكلم اخر كلام لفضيلة الشيخ سيد في موضوع المسيح الدجال. موضوع امريكا والمانيا في تعليق عليه؟ احنا اتفقنا في الاول القاعده اللي قلتها في الاول ان دي امور غيبيه، والامور المستقبليه امور غيبيه. طيب تمام. الامر الغيبي من اين اعلمه؟ ايش عرفني ان هو ده؟ ما يمكن جن ولا حاجه منتقل من هنا لهنا وهي للبعض ان ده كذا. نعم. وبعدين اللي اتصور بايه؟ اتصور ب المفروض اتصور حتى الصور بقى التطور بتاعه اتصور ازاي؟ بص حضرتك بقى علشان الآلات التصوير ديت لكي تصل إلى هذه المرحلة أجري عليها تجارب. نعم. تجارب علشان بيصور الأشياء المادية المعهودة في حياتنا. طب وصورة إبليس اللي اتعرضت إبليس من طبيعة أخرى. هل الكاميرات اللي موجودة أعدت وأجريت التجارب
لكي يعني تصور ملائكه وجن وشياطين؟ شكرا سؤال. لحضرتك، حلو جدا. يعني. معلش لا خلاص خلينا نتكلم بقى. لا. حضرتك قلت كلام. لا تعقيب دقيقه واحده. طيب دقيقه. صور ابليس دي كانت موجوده على الكهوف منذ مكتشفه في سيبيريا منذ الاف السنين، ليست كاميرات ولكنها مرسومه. بالنسبه لصور الانبياء في توجد صور للفراعنه من 3 و4 و5000 و10000 سنه. طيب فهل المسيح الدجال من مثلا من ايام سيدنا موسى اللي هو من ايام الفراعنه كان موجودين، هل يعقل هي مش موجوده؟ لا طبعا موجوده. طيب صور الفراعنه على الجدران موجوده. نخلي فضيله الشيخ يرد. اقول الصور بالنسبه لصور الشيطان. نعم. لا اكذب ان تكون مرسومه على الجدران، لا اكذب في هذا، ولكن وثبت انها من الاف السنين. انا بس اقول لك حاجه. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن شجره الزقوم اللي في النار قال طلعها كانه رؤوس الشياطين. طيب فربنا سبحانه وتعالى المعروف دايما المعهود في التشبيه ان ربنا سبحانه وتعالى او دايما في التشبيه تشبه شيء غائب بشيء حاضر، بشيء معهود في الذهن. نعم. الحالة ديت بقى مش كده، لأن الشيطان غير معهود في الذهن حقيقة، إنما المعهود في الذهن إيه عن الشيطان؟ إنه أكيد في أقبح صورة. نعم. فلو جيت تقول لواحد ارسم الشيطان هيرسمه بشكل اللي يخوفه في الغالب يعني. نعم. أو بشكل سيء. صحيح. فما كانوا يتصوروا الشيطان فممكن يتصور شيء ويرسمه، مش معناه إنه شافه. تمام. يعني الغول ده موجود حقيقة؟ لا مش موجود. من المستحيلات. من المستحيلات. نبئت أن المستحيل ثلاثة. لكن في نقطة. لا هذا ما الغول والعنقاء. كمل فضيلة الشيخ. اتفضل. الغول والعنقاء والخل الوفي. تمام. طيب الغول مش موجود يعني الغول، لكن كانوا دايما يقولوا الغول. ليه؟ لأن الغول لو دي تصوروه بشيء مخيف. ولذلك كان امرؤ القيس يقول عن الحربة بتاعته يقول ومشرفية كأنه مضاجعي، لا أنا عاوز بالنص الثاني بس من البيت، يقول ومسنونة زرق، بيقول على الحربة بتاعته ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يعني زي انياب الغيلان. طب هو الغول مش معهود، عاوز يقول ان شكلها مخيف قوي. فاي حد هيبقى يتخيل الشيطان هيرسمه بشكل مخيف، فما فيش مشكله ان يبقى مرسوم على معلش فضيله الشيخ، هذه الصوره ليست قبيحه لابليس. تمام. صوره واحد يمشي زي البلد. هذا هو الغالب، لكن هذا تصور دي صوره مش قبيحه. استاذ احمد انا عايز اسالك بقى في حاجه تاني، الكائنات الفضائيه وكوكب المريخ. ده موضوع كبير. بيقولوا ان حضرتك قابلت عالم من العلماء اللي شافها ولا قابلت كائن فضائي؟ طبعا ده تم تداوله في جميع الفضائيات العربيه وتم عمل لقاءات معايا في روسيا اليوم. ولو حضرتك شفت الكائن الفضائي وصف لنا طبعا تم يعني نشر مقابلتي ليه في CNN والروسيا توداي وجميع وسائل العالم والفضائيات اضافه للفضائيات المصريه. تمام. العالم ولا الكائن الفضائي؟ لا مقابلتي ليه تم نشرها في وسائل الاعلام العالميه. مين الكائن الفضائي ولا العالم؟ انا مش عالم، هو كان فضائي عالم، ما انا هرجع اقول في الكلام اهو. مقابلتي للعالم ده او الكائن الفضائي تم نشرها في وسائل الاعلام العالميه بدءا من CNN وروسيا اليوم، لانها اخذت انتشار واسع، الناس مهتمين ليه بقى؟ تمام. في حاجه اسمها ظاهره. تمام اتفضل. ظاهره اسمها اليوفو. طبعا الظاهره دي او اطباق الطياره والكائنات الفضائيه وحكايه اختطافهم ومقابلتهم للكائنات الفضائيه دي متواجده في الارض. بس بكل اختصار يا استاذ احمد عشان بس معانا ربع ساعه دلوقتي. متواجده في الارض كلها منذ عشرات السنين، منذ الخمسينات. في حادثه اسمها وزويل اللي هي اختطاف مقابله الكائنات الفضائيه واختطاف بعض الناس. طبعا المقابله دي حدثت لي في واحد سيوه من خلال التخاطر او التليباسي، من خلال هم اللي بيختاروا الناس يتكلمون جميع لغات العالم. دول كان احد اسمه الووتشرز او الانوناكي اللي هي الووتشرز. الثاني ايه الكلمه الثانيه ايه؟ انوناكي، ده جنس فضائي. هنقف على اللي قاله الاستاذ احمد ده، ومعانا اتصال تليفوني استاذ عمر من الفيوم. السلام عليكم استاذ ربيع. اتفضل يا استاذ ربيع. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. خط قطع. طيب الكلام الكبير الانوناكي الووتشرز هم الملائكه اللي يطلق عليهم ملائكه اعتباطا او الكائنات المجنحه. الووتشرز معناها الحاميين الناس. طب معلش معانا الحاجه سناء. يا معلش يا استاذ احمد. حاجه سناء السلام عليكم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاجه سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا حاجه سامعيني. ايوه انا بس عندي 3 نقط هقولهم بسرعه ان شاء الله. الاول نقطتين يا حاجه. النقطه الاولانيه هي الاستاذ احمد من سنين طويله
قال ان مبارك هيموت، ولغايه دلوقتي مبارك حي انا يرزق. اعترفت كان في بيقول ان هو الفضائيات، يعرف. معلش، من ضمن الحاجات حضرتك من ضمن هترد. الحاجات اللي هي حضرتك هترد. محققه لي، انا بعترف. طيب حضرتك في هترد. حاجه تانية، بس في حاجه أستاذ تانية، أحمد، حضرتك في ما حاجه تديش لحد تانية، فرصة، ثواني. في حاجتين تانيين. اتفضل. في اول سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اول حاجه قالها ربنا، اول حاجه ذكرها الغيب. لما انت بتتفلسف بكل شيء بلا دليل شرعي، اين الغيب؟